برج الثور من 3 حتى 9 بإذن الله من شهر يونيو. ازيكم عاملين ايه؟ مريم معاكم من قناة مريم رحيم سكارلايت، والنهارده ان شاء الله معايا تاروت الثور. طبعا القراءة عامة، طبعا قد لا تنطبق على الجميع بطبع الحال، لكن اذا شعرت يا ثور وكأن القراءة تنطبق عليك فعليك على صندوق الوصف، هناك تلاقي ان شاء الله القراءة المكملة ليا دي القراءة والاكستندد او القراءة المكملة فقط للابراج. مفيش اكستندد او مفيش قراءة مكملة لل ماذا يحدث او قراءة الملائكة او هكذا، فقط للابراج، وهتلاقوها على طول بعد كل برج او بتنزل كمان مع كل برج. يلا بينا كده. اول كارت هانجت مان. طيب انا عايز اخد لك كارت الاول من حد، ماشي؟ في 3 كروت، هاخد لك كارت مبدئي ثم كارتين في الاخر. يلا يعني ممكن تحط حد في بالك كده، نشوف كده هيقول لك ايه. هنا في حد بيقول لك انه بيعمل اي حاجه عشان ينساك، بيحاول ينساك. يعني هنا بيقول لك انه بيشتغل كتير قوي. بريمي سيرفن ورك تو فورجيت يو، بيعمل اي حاجه علشان ينساك. ترى هو مين ده؟ المهم احتمال يكون الشخص اللي انت وهو دلوقتي العلاقه بتاعتكم متوقفه. تعالى كده نشوف هي متوقفه يا حاجه، يعني لان لا او بقالها كتير واقفه وبتحاولوا ان انتوا تفكوا نفسكم دلوقتي. ده طبعا اللي بيقول الهانجت مان. مان اوف كابس، النايت اوف سورد، السيفن اوف سورد، حاجه حصلت ضايقتك قوي. الهاي بريست، التري اوف كابس، حاجه حصلت ضايقتك قوي. الموقف اللي انت عايشه غير الموقف اللي حبيبك او شريكك عايشه او الشخص اللي ضايقك عايشه. ليه انا قلت كده بسرعه؟ لان انا شايفه ان هذا الشخص يحلم ب او يعني يتمنى ان الامور تكون اصفى وصافيه ما بينك وما بينه دلوقتي، مع انه عارف، بيبص كده وعارف ان في مشاكل بينه وبينك. الامور كانت حلوه في وقت من الاوقات، لكن دلوقتي بتتحول فجاه واحده لبعض المشاكل. انت دلوقتي واخد نفسك كده على جنب، حابب قوي انك تتحرر من، على فكره دوت ممكن كمان يبقى له يومين 3 من يومين 3 4 كده، وانت حابب انك تستشفى وتتحرر من الطاقه اللي انت حاسس بيها، من الشيء اللي ضايقك. يعني الكارتين دول فيهم كم كبير من طاقه التحرر اللي انت بتحاول انك دلوقتي تحس بيها اتجاه موقف شغلك وضايقك جدا. تعالى كده نشوف طاقتك، يعني وكأنك كنت تشعر بغضب كبير، دلوقتي نوعا ما طاقتك بدأت تتحسن. تعالى كده نشوف تاني كارت ليه يا ثور من 3 ل 9 بإذن الله من شهر يونيو. هتقول لنا ايه؟ كينج اوف وانز. في حد هنا مش مراقب الوضع بس في حياتك، لا الحقيقه هو اشعر وجوده في الكينج اوف وانز، وكانه بيقول لك انا مستني الامور تبقى كويسه، او انا مستني ان العلاقه تتحسن. تعالى كده التليفون. انت شايل الحمل. الشمس، الهيروفان، بتحاول تجد توازن لنفسك. ايس اوف سورد، في بدايه جديده بينك انت وهذا الشخص على فكره. الكوين اوف بنتكلز، هنا انت بتظهر مهتم بشغلك بعملك، حابب قوي او بدراستك، حابب قوي انك تاخد جنب. ده اللي انا شايفاه، يعني اكتر شيء حساه اتجاه الثور في الطاقه الحاليه. انا مش عاوز حد، انا عاوز نفسي اولا، لان من خلال نفسي انا هقدر اشوف السعاده، هقدر اقلل الحمل اللي انا حاسه على اكتافي. ده اللي انت بتقوله لنفسك، ومش عارفه ليه انا حاسه انك صح، لان هو دوت فعلا اللي عمل لك تحرر هنا واصلح من طاقتك شويه. انت طاقتك دلوقتي افضل جدا من بدايه مثلا الاسبوع. طيب تعالى بقى كده نشوف كارتك التالت هيقول لنا ايه.
9 اوف بنتكلز واقف على رجلك. انا قلت لك وكأنك وانت بعيد عن الموقف اللي ضايقك او الاشياء اللي ضايقتك من هذا الشخص او اتجاه هذا الشخص او ايا كان الموقف اللي ضايقتك، وكأنك وانت بعيد عن دوت مبسوط، وكأنك وانت بعيد عن ده لاقي نفسك، وكأنك لاقي نفسك اكتر في حالة استشفائك وانت واخد جنب. يعني لو انت بالفعل دلوقتي حاسس انك خلاص اخدت جنب وتشعر بحالة افضل، فانت دلوقتي قادر انك تروح تيجي تعمل اللي انت عايزه، يبقى ده فعلا حقيقي. دي بداية جديدة كده، ايه فيها بداية استشفائية جديدة ليك. ماشي، تعالى كده نزل الستار، نزلت امنياتك مع الناين اوف بنتكلز، تنزل الكوين اوف كابس، بدأت تفتح قلبك شوية بس زعلان. طيب تعالى كده كينج اوف كاب وكوين اوف كاب. في علاقة توأم انا بأكدها لكتير منكم، اكيد القراءة عامة اكيد لن تنطبق على الجميع، لكن انا بأكد احساس الكروت، الاحساس اللي وصل لي من طاقة الكروت. زي مثلا كينج اوف كاب وكوين اوف كاب، امنيات، حيرة، سيفن اوف كابس. كارتك التالت بيقول لي وكأن في شخص موجود بيقول لك يلا نبتدي من جديد سوا، مش هسيبك تبتدي من جديد لوحدك، او مش هبقى حابب ان انت تبدأ من جديد لوحدك، احنا لازم نبدأ من جديد سوا. يعني حاسة وكأن هذا الشخص بيقولها لك كده. طيب تعالى كده نشوف كارتك الرابع. خايف انك تبيعه خايف ان هو يتعذب شوية، يعني هو خايف من كده. طب هل هو عنده حق؟ عنده حق، خصوصا لو هو الشخص اللي زعل الطول، هيبقى عنده حق لانه هيبقى قلقان. وانا حاسه في كده سواء من خلال الكينج اوف وند او من خلال الكينج اوف كاب. هو عارف ان وكأن كده الطور حابب يبدأ بداية سريعة لنفسه، فده قلقه. يعني هو ده قلق هذا الشخص ومخوفه شوية. كارتك الرابع من 3 ل 9 بإذن الله من شهر يونيو فعلا السكس اوف سوردز. الطور بدأ يمشي لوحده نوعا ما. طاقتك مش أفضل شيء، طاقتك حساها يعني شوية تحت شوية فوق. مش مشكلة، احنا بني ادمين، ده طبيعي. لكن عارف ايه اللي عجبني فيك؟ الطور بقى، القوة بقى، التماسك، الشخص اللي مستعد انه مثلا يتنازل عن بعض الاشياء اللي بتسعده قوي بس عشان يعمل استشفاءه ويرجع لنفسه اقوى من قبل كده. ده اللي انا حاساه. ودلوقتي بنزلك في كارتك الرابع السكس سوردز، ثم تمبرنس، تن اوف كابس. حلوه قوي، حلوه قوي الكروت دي. اللافرز، في حد مصمم انه في حد مصمم انه قلبه ما يتكسرش منك، في حد مصمم انه يراقب، عارف ان الوضع سخن قوي ما بينه وما بين الطور، ممكن تبقى في مشاكل فعلا، ولكن هذا الشخص في صراحة ما بينه وما بين نفسه انه عاوز هذه الحالة ويا الطور، عاوز هذه الحالة من الراحة من الحب ويا الطور. اذا كارت الرابع بيقول لي ان انت اقوى في الطاقة الحالية من هذا الشخص، حتى لو في لحظة حسيت وكأن هذا الشخص بيتحامل عليك في حاجة او شيلك حمل تقيل في شيء او ظلمك في حاجة او كده. انا شايفه انك دلوقتي بطاقة الاستشفاء الكبيرة اللي انت عملتها لنفسك وبتعملها لحد دلوقتي مخلي هذا الشخص خايف فعلا لا تكون بتحاول انك تبتعد مش بس عن العلاقة وتطلع حتى حبه من قلبك. يعني ده اللي انا حاساه في طاقته. وعشان كده من اول كارت النهارده بقول لك خد بالك يا طور، هذا الشخص واضح قدامي ان الطريقة اللي هو بيفكر بيها للعلاقة وليك غير الطريقة اللي انت بتفكر بيها. يعني انت بقالك فترة كام يوم مثلا
بتفكر لنفسك، بتفكر ازاي تطلع بحالة استشفائية كويسة مش من العلاقة بقى، لا، من حالة الزرجنة، حالة، عارف انت الكلمة دي بنقولها في مصر، مزرجن، حالة التنشنة، حالة الزعل، ده اللي انت بتحاول تطلع منه. طيب تعالى كده، هو بقى هذا الشخص عارف ان في مشاكل، وعارف ان ممكن يكون قلبك وجعك منه، وفاهم كل دوت، لكن مش عاوز يسيبك تفكر في بداية ليك لوحدك من غيره، وعاوز يلحقك قبل ما تفكر في بداية تانية ليك لوحدك من غيره. كارتك الخامس من 3 ل 9 بإذن الله من الشهر يونيو هو الناين اوف وانز، وأشعر كده بطاقة هذا الشخص متضايق وكأنه بيحاول مع الطور بس مفيش فايدة. الامبرور، الطور، طاقتك حلوة قوي يا طور، انت مراقب الأوضاع كده، حاسة البعض منكم مراقب هذا الشخص شوية. بتنزل طاقتك كمان في الكوين اوف وان، في الفور اوف وانز. اذا لبعض منكم الطريقه اللي انت بتراقب بيها هذا الشخص والطريقه اللي انت ظاهر بيها في الكوين اوف وان حابب روح وطبيعه بيت هذه العلاقه، انت عاوز العلاقه ديت، بل ان ربما كمان في امنياتك ان المشاكل تخلص داخل هذه العلاقه بينك انت وهذا الشخص. هلا كده Five of Pentacles، الفرص، يا سلام، حالة استشفائية رائعة، انت اللي حابب تدخل فيها، حابب تنهيها على خير. من خلال ايه بقى؟ انا عاوز ابقى كالمر، اهدى، انا عاوز ابقى اكتر ايجابية اتجاه نفسي، عاوز ابقى واضح مع نفسي، اعرف انا عاوز ايه ومش عاوز ايه، خلوني الاقي نفسي الاول في استشفائي، بعد كده اي شيء تاني احنا ممكن نعمله. ده في دماغك. يعني ايه؟ يعني روح وطبيعه العلاقه وبيت العلاقه، وان العلاقه دي تبقى افضل لكتير منكم، ده اللي في دماغكم. ولكن اهم شيء دلوقتي انت حاسس انك عاوز تكمله هو استشفائك، وكانك بتقول هيبقى حلو قوي لو الاستشفاء دوت ما بيني انا وهو، ولكن الوضع ما بيني انا وهو في الطاقه دي مثلا ما يستحملش ان انا وهو نعمل استشفاء سوا. يعني ايه تعملوا استشفاء سوا؟ يعني العلاقة يكون فيها بعض الخوض والهات، بعض العتاب، معرفش ايه، حاجات من ديت. يعني لبعض منكم في رفض شديد، لبعض منكم طبعا قراءة عامة، لكن لبعض منكم في رفض ان هو يبقى فيه اي حاجة دلوقتي قبل اتمام الاستشفاء، او قبل ما تاخد وقت لنفسك كده وتستكشف. للبعض الاخر ممكن فعلا ان يحصل كده، وان انتوا الاتنين تحاولوا انكم تدخلوا في طاقة استشفائية سوا. اشعر كده وكأني يعني الابراج الترابية هذا الاسبوع يعني واجهت مواقف صعبة، بالذات دلوقتي. يعني الطور كده وكأنه بيقول يعني ليه كل دوت، او ليه اللي بيحصل دوت، او الوضع كان افضل قبل كده. ولكن يعني احيانا كده احيانا كده لازم زي ما هنلاقي حلو في الطريق، هنلاقي بعض الطوب برضو في الطريق، واحنا شطارتنا بقى، صح؟ طيب، وانا عارفه ان الطور شاطر. طيب يلا بينا كده هناخد كارتين دول من شخص واحد. خليه في دماغك، لو عاوز شخصين انت حر. خليه في دماغك كده ويلا بينا نشوف هيقول لك ايه. Just being near you is intoxicating. في حد بيقول ان هو لما بيبقى قريب منك بيبقى يشعر بالانتشاء. الله 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 الله، ايه الحلويات دي؟ طيب تعالى كده نشوف الكارت التاني هيقول لك ايه. I know I was a distraction from your pain. وهنا انت وهذا الشخص عارفين كويس جدا ان كل واحد فيكم ممكن يبقى هيلر للتاني، يبقى طاقة استشفاء للتاني، وبرضو عارفين ان كل واحد فيكم ممكن يكون طاقة تزعل التاني او تعمل سلبيات للتاني، وده من مدى تأثير طاقة كل واحد فيكم على التاني. هنا بيقول لك I know I was distraction from your pain. وطبعا بشكر جدا
الطور. اشوفكم باذن الله الاسبوع القادم. شكرا جدا. السلام عليكم. Peace. Signing out.